يلا روحي. هلا حبايبي، شلونكم؟ عيني شلون صحة الأحوال؟ إن شاء الله كله بخير تمام والعافية. اليوم طبعا راح أنزل لكم فيديو نظرا لطلباتكم عن طريقة الكاهية، طبعا مضبوطة جدا 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 ومضمونة. يعني تاخذون ضمانها 100%، لا مو 100%، تاخذون ضمانها 1,000,000%. طبعا طريقتها جدا ومواتها غير مكلفة، ما تحتاجون عندكم بس قليل ومي قليل وزبد حتى على مود نفتح. مقادير: راح آخذ 3 أكواب من الطحين، والمي تقريبا راح اخلي لها كوب واحد او اقل. المي ما اعطيكم مقدار ثابت لانه اختلاف الطحين تكون قويه، ما يصير تكون لينه. فهسه بدايه عندي هذا الكوب واحد، راح اخذ من عنده شويه شويه الى ان اشوف اذا احتاجت اضيفه كله، واذا ما تحتاج يعني عقد كوب من الملح. هاي المواد مالته بعد ما يحتاج اي. هسه بقى شلون صارت كلش عجينه حلوه صارت. شوي زيت اخلي بالطاسه زين عيني، وهاي شوية حتى على مود تيبس عندنا، واغطيها بحيث اي قطرة هواء. بعد ساعة ارتاح عندي راح اقطعه. صار 7 قطع. هاي الصورة راح اغطيهم، اتركهم فد 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة راح افتحها. القطع عندي هنا ذني صارن مرتاحات، خليت كل اثنين شوية زيت هنا. راح استخدم هذا الزبد، اي نوع الزبد تستخدموه يصير. وهنا قطعت الصوت لأن صارت عندي هوسة فما راح يبين عندي الشرح. طبعا أول شي أزيت الطاولة وشوية أزيت الشوك حتى على مود ينفتح عندي أسرع العجين. بعد ذلك راح أبدي أسحبها من الجوانب. طبعا كلش سهل السحب مالته، ما راح يعني يشوفون بيه أي صعوبة. وهنا الزبد تستخدموه يكون شوية تقريبا بحرارة الغرفة، يعني مو كلش مايع عندي. ولازم تستخدمون زبد أو دهن، واحدة من عندهم، يا أما دهن أو زبد. ما يصير تستخدمون الزيت، يعني تخلوه على العجين راح تخرب عندكم بعدين تبس وما راح تورق أو تنفش. فطبقات الزبد أو الدهن راح يساعدها على تكون على شكل أوراق مفتوحة يعني وتنتفخ أكثر. وصراحة أنا أفضل الزبد بالفتح، هو يكون طبعا طعمه أطيب ويساعدها على اللي تكون مفتوحة الورقة أكثر من الدهن. هسه هنا حبايبي طبعا بعد ما كملتهم راح أغطيهم بنايلون وأتركهم تقريبا ربع ساعة حتى أن يرتاحون شوية. بعد ذلك راح أكمل بقية المراحل إلها. طبعا بعد ما ارتاحت عندي بعد ربع ساعة راح اخذ كل قطعة مثل ما تلاحظون حبايبي، وراح افتحها بالشيبق شوية بعد يعني اكثر. طبعا راح احمي الفرن على درجة 250 عندي، خليته على اعلى درجة. اشغل الفوق والجوا حتى يحمى عندي زين، وراح ادخلهم للفرن وابقوا متابعتها حتى على مود ما تحترق، لان هي طبعا بسرعة تستوي، فتبقون على متابعتها الى تشوفون لونها يكون على ذهبي او اسمر يعني الله كنا مخده. اي صار شوفي فيها شغل.
وهنا حبايبي راح أحضر وياكم طريقة تحضير الجيمر العراقي. راح ناخذ لتر واحد من الحليب الدسم كامل الدسم، يعني هذا لتر واحد ما يعادل 1000 غرام. طبعا هاي الطريقة أكثر شي تفيد المغتربين العراقيين، لأن ما متوفر عندهم حليب الجاموس، فممكن يعني يصير نستخدم بدل حليب الجاموس كريمة الخفق، نضيف لها الحليب كامل الدسم. مقاديرها كل لتر واحد من الحليب كامل الدسم يقابلها لتر واحد من كريمة الخفق أو كريمة السائلة. هاي بوعيني كريمة سائلة، هاي عندي هنا 250 غرام. كل علبة من هذين العلب الصغار 250 غرام، راح أخذ 4 علب من عندها حتى يصير عندي 1000 غرام، أي ما يعادل لتر واحد. نفس مقدار الحليب أخلي مقابله كريمة سائلة. أما بالنسبة بالعراق طبعا متوفر عندهم حليب الجاموس، ممكن يستخدمون بس الحليب، هو اللي راح يطلع عندنا نتيجة الجيمر العراقي المضبوط. وهنا راح أخليها بالبداية على نار قوية، يعني تصير الحرارة مالتها كلش عالية كبداية، يعني لحد ما يغلي، وأبقى مستمر بهاي الصورة، أبقى أحرك بيه بالخلاط اليدوي حتى تتكون عندي رغوة على السطح. هاي الرغوة راح تعطي شكل يعني حلو، بنفس الوقت راح يكون عندنا قريب الجيمر العراقي، لأنه كثرة يعني التحريك بهاي الصورة راح يزيد عندكم من الدسم، يعني يخرج بها دسم بعد أكثر. وهنا وصل إلى درجة الغليان، راح أقلل النار، أخليها حرارة على رقم 1 أو رقم 2. تبقى تقريبا مدة ساعة ونصف على نار جدا هادئة كلش متماسكة، وراح أبقى بهذا الشكل. تشوفون عيني راح أقلل هنا الحرارة، أخليها على درجة جدا قليلة، وأبقي تقريبا ساعة ونصف إلى أن تتكون عندي طبقة سميكة، اللي هي الطبقة الأخيرة، طبقة الجيمر. بعد ذلك راح أتركه إلى أن يبرد تماما، وبعدين أدخله للثلاجة. تقريبا يبقى 12 ساعة أو 10 ساعات، يعني خليته ليلة كاملة. شوفوا عيني هنا أخليه بمكان كلش بارد حتى على مود ثاني يوم يكون عندي جامد. وهذا الجيمر صار عندي جاهز. طبعا البارحة بالليل سويته، هسه الجمل ما راح اقطعهن رولات، لان اريد هاي اللي تشوفون هاي الحفر الصايرة اريدها يعني تبقى على الوجه، فما راح اسويها رولات. اذا اسويها رول راح يعني تتغطى كلها. هذه راح اقسمها الى 4 اقسام هيجي. شوفوا عيني، هذا 1 بسم الله، هذا 2 4 هيجي. لا ادخلها من جوا هيجي على مود اقلبها بهاي الصورة هيج، تصير هيج. لأن أريد هاي الوجه يكون لي فوق بارز، فأسوي هاي الحركة. شوفوا عيني هيجي، أخلي إيدي، بعدين هاي الصورة من نفس الحليب راح آخذ أدير من هنا عندي. وهسه هذا الجيمر جهز عندي. شوفوا عيني ما شاء الله صار كلش هواية طبعا، وناجح 1000000%. النسب دائما أعطيكم مليون، ما أعطيكم 100%، دائما أقولكم 1000000%. إذا كان عندكم متوفر حليب الجاموس طبعا بعد يكون أحسن وأفضل، ما يحتاج عن هالخطوات كريمة الخفق، ما نحتاج نخليها. بس أنا ما متوفر عندي حليب الجاموس، استخدمت كريمة الخفق وخليتها ويا الحليب. اليوم إن شاء الله كل منتجات عراقية، جيمر عراقي وكاهي عراقي وصمون عراقي. هسه راح أشتغل الصمون. خمرة، ملعقة كبيرة من الخمرة،
أخلي ملعقة واحدة من السكر. 3 فيديوهات في فيديو واحد، يعني كان المفروض أسوي كل طريقة بفيديو، فأنا على مودكم سويت جمعتهن كلهن فيديو واحد. يعني حتى انتم تستفادون. انا كان اقدر استفاد اقطعها انا اسويها، بس يلا خطير خاطركم. المهم هنا عندي كيلو واحد من الطحين، وعندي هنا المي كوبين ونص. راح اشوف ايش قد يحتاج. طبعا هو هم ما اقدر اعطيكم مقدار يعني ثابت للمي، حسب احتياج الطحين. فراح اخلي هنا كوبين بالبداية، كوبين ونص، الباقي ابقي هنا. واخذ زيت. طبعا لازم زيت. هو هسه حتقولون ليش الصابون العراقي ما بيه زيت؟ اي صح ما بيه زيت، بس احنا لان نسويه بافران بالبيت، يعني الفرن البيت يختلف عن الفرن الخارجي، ذاك يكون حرارته تكون اقوى، فراح يكون نتيجة جدا ممتازة. احنا الفرن مالتنا درجة الحرارة 225، فيحتاج يكون شوية نزيته حتى ما يبس عندكم الصابون. زين عيني، فهاي ملاحظة كلش مهمة. راح اخلي تقريبا ربع من الزيت، وراح اضيف له ملح، ملعقة كبيرة من الملح او نص ملعقة بكيفكم. انا حبة شوية بملوحة يصير طيب، تقريبا اخلي ملعقة كبيرة. زين عيني، وهسه راح نبدي وياكم بالعجن. عجينتها هيجي، بس راح نقطعها. وهنا راح اتركهم مدة 10 دقائق يرتاحون. بعد ذلك راح افتحهم بهاي الشكل، خلي طحين جواهم وافتحهم بهاي الصورة. وهماتين راح اتركهم تقريبا نصف ساعة احسن حتى ترتاح اكثر. هاي هنا الفترة الاخيرة ترتاح اكثر من الفترة الاولى. خلوها نص ساعة ترتاح حتى تصير الصامونة كلش طيبة، يعني تكون منفشة اكثر. على ما يرتاحون طبعا اني راح اكون احضر الفرن احميه قبل 15 دقيقة على اعلى درجة، على 250. اذا عندكم 300 الفرن بعد احسن. واشغل الفوق والجو بالبداية، وبعدين اشغل هنا. طبعا راح اخبزهم. عندي هاي المادة السائلة اللي سويتها اطلي بها الوجه. اخذ نص كوب من المي، واضيف له ملعقة كبيرة من الطحين، واطبخهم تقريبا اقل الدقيقة على نار يصير عندي هيك مثل المحلبي، او اخليه يعني اطلي الوجه. هنا أنا هاي عندي استوت الوجبة الاولى، مثل ما تلاحظون اكو هاي هنا بعد وحدها موجودة، شوفوها. طبعا ناجح 1000000%. إذا تحبون تجربوها كلش صمون طيب وناجح، ونفس الوقت يعني ما يكلفكم هواية.